وده دبس الرمان بتاعي. بص القوام تقيل ازاي وبقى جميل جدا. لو حضرتك عايزه تعرفي انا عملته ازاي شوفي الفيديو للاخر، وان شاء الله يا رب اكون قدرت افيدك. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده حابه نعمل مع بعض دبس الرمان. طبعا نستغل الموسم بتاع الرمان ونعمل شويه دبس رمان زي ما قلت لحضرتك. مش مكلف خالص، وطبعا هيبقى فريش. الرمان او دبس الرمان عموما مبيبقاش فيه اي اضافات خالص، لا ملح ليمون ولا سكر ولا اي حاجه. تمام. خلينا متفقين على كده عشان يطلع فريش وطبيعي. هيعجبك جدا ان شاء الله. طب هنعمل ايه؟ اهي الرمان اهي. خلي بالك طبعا حضرتك هو ايه بيبقى، عارفين الرمان طبعا ليه قيمه غذائيه جدا حلوه جدا. بصي بعمل كده الاول، بشيل دي طبعا في بوله في اي طبق معايا اهي. بحز كده الرمانه بالعرض. تمام اهي. بعد ما احزها دي بقى افتحها. بصي هو عموما الرمان السنه دي يعني ايه بتبقى حمرا وحلوه كده من بره، ومن جوه مش عارفه ليه فاتحه. كان بيبقى احلى من كده. تمام. بعمل ايه بقى؟ بعمل كده اهو. بفتحها كده كده بايدي اهو زي الورده كده. بصي حضرتك اهو، سهله جدا وبسيطه، ودي اسهل طريقه لتفصيص الرمان. بصي بقت ورده اهي، شايفه حضرتك؟ بقلبها كده على وشها وبظهر السكينه واعمل كده. بصي من غير ما يتعسر مني ومن غير ما يبقى فيه ايه اي مشكله. بصي مش هيضايقك خالص ولا هيبقع ايدك كمان. بس ايه خلي بالك من اللزوم برضو، لو نطرت حته ولا حاجه عليه وانتي بتعصريه هيبقى فيه مشكله عشان بيبقع. بصي بفضل اعمل كده لغايه ايه ما تفضى. انا حابه اوريكي دي عشان ما اطولش عليكي اهو. ربع ربع كده بعمل كده. بصي حضرتك في الطبق اهو بينزل. وبوله طبعا غويطه في اي حاجه عشان خاطر ايه ابقى بعيد عن بعمل كده اهو. ورده ورده مش سامعه حضرتك؟ بصي اهو قربت تفضى اهي، شايفاها اهي. بفضل كده اخبط كده اهو على ظهرها. بصي تقريبا كده فضيت اهي. تمام. بصي حاجه بسيطه قوي اهي دي. بصي النتيجه اهي، مفيش حاجه فيها وتقريبا نزلت كلها. يعني حاجات بسيطه قوي ممكن ايه اكملها كده. خلاص دي اسهل طريقه على الاطلاق لتقشير الرمان. طبعا القشر بتاع الرمان ده انا بستفاد منه، بجففه بيبقى دخلنا لوحده. يعني ايه مفيد جدا في حالات النزلات المعويه وكده، كويس يعني. بصي هعمل النص التاني مع حضرتك. بصي بعمله كده بايدي بقى مش بالسكينه اهو. بعمله زي الورده كده اهو، بفزقه اهو. بصي حضرتك اهو كده. تمام ماشي. بعمل ايه؟ بصي حتى شكله بعمل زي الورده اهو. سهل وبسيط جدا، مفيش اي مشكله فيه. ربع ربع بقى كده بايدي ظهر السكينه واعمل كده. بصي فدي ازاي الربع. تمام. التاني بقى اعمل كده اهو كده، مفيش مشكله فيه خالص اهو. وبسرعه عشان تكوني فاهمه، يعني دي اسرع كمان طريقه اهو. بصي فديت ازاي، فدي الربع ده اهو زي ما وريت حضرتك اهي. تقريبا فديت حاجه بسيطه قوي اهو، وما تعصرش. وكمان القشر نفسه نضيف عشان لو حبيت اجففه ما يبقاش فيه مشكله. تمام. هكمل بقى الكميه ونرجع نشوف هنعمله ازاي. بصي حضرتك هعمل الاخرانيه قدام حضرتك اهي. بصي بحزها كده، مش بشيل السكينه، بعمل كده بيها اهو. تمام. اتقسمت نصين اهي، بعملها كده بايدي اهي كده، بس مش بفصلها يعني. تمام اهو. حابه اوضح لحضرتك اهي. بصي اتفلقت اهي 4 اهي. بصي بقى شكلها عامل زي الورده اهي. تمام. بعمل ايه اهو زي ما وريت حضرتك في اول الفيديو، بحطها على كف ايدي واعمل كده اهو كده اهو بسرعه. كل اللي فيها باذن الله بينزل اهو. بصي اهو. بصي بقت فاضيه.
في حاجه بسيطه برجع اعملها كده تاني، وهي ماسكه متماسكه اهي زي ما حضرتك شايفه، عشان ايه ما تبقاش ايه مش عارفه انا املكها في ايدي اهي. اهي تقريبا فضيت اهي في ثواني. تمام. عملت طبعا ايه كل الكميه اللي حضرتك شايفاها. بعمل ايه تاني؟ بنقي الابيض ده، شايفاه بنقيه وبشيله طبعا من البوله بتاعتي، واخلي الرمان صافي ما فيهوش اي قشور بيضه. تمام اهي. بعد كده هاخده بدون اي اضافات اضربه في الخلاط. تمام. ونرجع نصفيه مع بعض ونشوف مراحل التصفيه بتاعته هتبقى عامله ازاي. رجعنا تاني مع بعض. عملت ايه؟ ضربت الرمان بالطريقه دي اهو. دي خد مره، وادي المره الثانيه اهي حضرتك قدامك اهو. ضربته ايه كذا مره، بس بقفل طبعا الغطا كويس بتاع الخلاط عشان ما ينطرش ويبهدل الدنيا. بعمل ايه؟ بصفيه قدام حضرتك معلقه، والمصفى ديت طبعا ايه متبطنه بشبكه عامله زي السلك الناعم كده رفيعه يعني. تمام زي ما حضرتك شايفاها اهي. طبعا انا وراها كده اهو زي ما عملت التفل ده كده اهو. بص ده كده يعتبر التفل. هنعمل ايه تاني؟ انا حابه تبقى معايا في الخطوه دي اهو. سهل وبسيط مفيهوش اي حاجه. وطبعا ايه زي ما حضرتك عارفه تعملي اي كميه منه، لان مفيش اي اضافات عليه. ممكن نستفاد بالقشر زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنجففه ونضربه في الخلاط ونحط البطرمان، او نجففه ونشيله صحيح. بتباع من عند العطار، ناس كتير بتحتاجه لوصفات كتير. بنحاول بقدر الامكان نستفاد من اي حاجه احنا بنعملها. بصي حضرتك اهو دلوقتي اهو. بصي اتصفى خالص تقريبا، ما بقاش ايه ينزل. هو عامل على فكره البذر بتاعه زي ايه مقارب لي بتاع الجوافه كده. تمام اهو. بفضل كده انا وراه. تمام خلاص كده. بعمل ايه تاني؟ بضيفه هنا كده على التاني اهو. الاتنين اهو مع بعض اهو. على فكره الكميه اللي انا عاملاها دي حدود 4 كيلو ونص رمان اهو. طبعا التفل ده كله عصير رمان. بعمل ايه بقى فيه؟ بروح حاطه كده اهو زي ما حضرتك شايفه الحله اهي، عشان ما يقعش بس ايه على العصير بتاع الرمان بتاعي. واعمل كده اهو كاني هعمل ايه عرقسوس. بصفي في الشاشه وبمسك الشاشه كده كويس. تمام من كل الجوانب زي ما حضرتك شايفه كده اهو. تمام اهي. واجي عند الحله بتاعتي اللي فيها العصير واربطها كده. بصي هي كلها طبعا عصير اهو. بصي بحاول بقى ايه انزل كل العصير اللي في التفل بتاعي عشان ايه استفاد بالكميه كلها. تمام زي ما حضرتك شايفه كده. زي ما حضرتك شايفه كده اهو. بصي بفضل اعمل كده زي فكره العرقسوس بالظبط. تمام. الشاشه طبعا مفيده جدا، ما بتنزلش اي حاجه اي شوائب في العصير بتاعي بتاع الرمان. تمام. بفضل اعمل كده اهو. طبعا تلبسي جوانتي لان هو بيصبغ الايد اصلا اهي. بصي الكيفيه دي كده لغايه ما اصفي خالص التفل بتاعي. خلاص تمام. صفى كويس. تمام مبقاش في حاجه بتنزل. بعمل ايه؟ بحطه بقى في الحله بتاعتي اهو. طلعوا يجي لتر ونص اهو تقريبا من العصير. بعمل ايه؟ برفعه على النار يغلي وهنشوف هنعمل فيه. رجعنا تاني مع بعض. حطيته على النار. طبعا النار تبقى هاديه مش عاليه قوي. ابتدى يغلي وطلع الريم. الريم ده طبعا كله بشيله في دي اي بوله اهي. بشيله كله ما بخليش اي حاجه فيه. تمام. والنار زي ما قلت لحضرتك تبقى هاديه مش عاليه عشان ما يتلسعش مني ويتحرق ويبقى طعمه مش حلو. وفي نفس الوقت هديله فرصه ان هو ينضج ويبقى كويس عشان يعقد معايا كويس. تمام. بعمل ايه تاني؟ بشيل الريم بتاعي خالص. كل ما يطلع ريم اشيله لغايه ما يبقى العصير صافي خالص قدامي ما فيهوش اي ريم. تمام. ويفضل يغلي لغايه ما يقسر خالص. يبقى تقريبا
او الربع على حسب ما يعقد معايا الكميه بتاعتي. تمام. وبعد كده نرجع نشوف الاختبار اللي هو عقد ولا لسه مع بعض. بس بص حضرتك قسر بقى قد ايه، اقل من الربع، بس بقى احلى دبس رمان طبيعي حضرتك عاملاه بايدك. الاختبار بتاعي كان ايه؟ حطيت حبه معلقه، فرشت كده في الطبق. تمام. بردت، عملت الخط اللي حضرتك شايفاه كده، ما ضمتش تاني على بعضيها. بصي هعمل خط تاني قدام حضرتك اهو، بصي اهو. تمام. الخط دوت معناه ان هو عقد كويس. تمام. اللي حضرتك شايفاه ده اهو كده اهو، وما ضمتش اهي، يبقى الدبس الرمان بتاعي نضج وعقد كويس. بصي حضرتك القوام عامل ازاي، جميل جدا اهو. وريتك الاختبار هو نضج ازاي. هنشوف بقى نحطه ازاي. بصي حضرتك اهو، اصبه هنا، وطبعا كل ما هيبرد هيتقل. تمام. بصي حتى ايه، شايفه القوام بيقطع ازاي. ووريت حضرتك الاختبار بتاع لما عقد معايا عمل ايه اهو. شايفه حضرتك عامل ازاي اهو. احلى دبس الرمان هيطلع من ايدك. لو عجبك الفيديو سبسكرايب وفعلي لي القناه. كانت معاكي شيف صفاء مجاهد من صفحه طبق طبقنا. اتمنى الفيديو يعجبك ويا رب اكون قدرت افيدك. بستنى عليه لما يبرد عشان القوام بتاعه يبان. وبصي حضرتك بنفس الكيفيه اهو، بقى عامل زي العسل التقيل اللزج. قوامه حلو جدا، طبيعي جدا، ما فيهوش اي اضافات. بصي حضرتك لو هو بياخد وقت على النار عشان يعقد مع نفسه، لو حضرتك مستعجله بتعملي عصره ليمون عليه، مش اكتر ولا اقل. بصي دول بمقدار 4 كيلو ونص رمان، عملوا لي المقدار ده كده طبيعي وجميل وفريش، وكفايه ان هو من ايدك.